الأطفال النهاردة تتقمص دور الأب والأم علشان يحكوا لنا هما ازاي هيتعاملوا مع أطفالهم. تعالوا نشوف. ازيكم اصحابي في البودكاست على قطع. الموضوع النهارده بيتكلم عن لو بقيتوا اب او ام هتعاملوا اطفالكم ازاي. وانا اللي هبدأ فقرة الأسئلة. انت يا يوسف لو بقيت اب هتعامل اطفالك ازاي؟ هعملهم طبعا بطريقه كويسه، دي مثال. زي اللي انا ما اضربهمش مثلا، زي اللي انا ما احرمهمش من حاجه كده. طب وانت يا احمد لو بقيت اب هتعمل في اولادك ايه؟ مثلا والعبهم معايا وجيب لهم الاكل اللي هم بيحبوه وجيب لهم حاجه حلوه برضه. وانت يا جزر؟ انا ممكن العبهم وممكن احكي لهم حدويت عادي. انا كان ابويا بيحكي لي حدويت وبس عادي. ممكن ما احرمش من حاجه والعبهم، زي مثلا ممكن اساعدهم في الواجبات، ممكن اساعدهم في القراءه، حاجات كتير. ممكن نعلمهم الصلاه، ممكن نعلمهم يعرفوا القران كده. عندك امثله يا يوسف؟ زي برضو ان انا اوديهم في كل مكان يعوزوه، واي حاجة يطلبوها ما تأخرش عليهم. وبرضو لو طلبوا مني مثلا حاجة ما تأخرش عليهم فيها، يعني من قبل ما اول ما يطلبوها لازم اجيبها لهم، لان ما ينفعش اصلا اللي هم ياخدوا حاجة من حد وكده. طب وانت يا احمد عندك امثلة تانية؟ انا احكي لهم حدوته سيدنا محمد مثلا، سيدنا موسى، وكمان اوديهم في الملاهي وعلمهم الصلاة وأوديهم المصيف وأوديهم فيلا وكمان اركبهم عجلة. طب وانت يا جاسر لو ابنك عمل حاجة وحشة هتعمل ايه معاه؟ انا اول حاجه افهمه الصح من الغلط، وايه الغلط وايه الصح، وانا افهمه بس ما اضربوش. مثلا احنن عليه، بفهمه من الصح والغلط، اقول له دي غلط ودي صح ما ينفعش كده، لكن ما نزلش في ضرب. طب انت يا يوسف لو ابنك عمل حاجه غلط هتعمل له ايه؟ انا برضو هفهمه الصح من الغلط، ولازم اعرفه اهمية الغلط اللي هيحصل ده ايه اللي هيسببه. وبرضو ما اضربهمش، لان في اطفال بيجيلهم حالات نفسية من الضرب، ان باباهم يفضل يضربهم. وانت يا احمد لو ابنك عمل حاجة وحشة هتعمل ايه؟ زي اللي انا اعلمه الصح للغلط واقول له ده غلط خالص واقول له ده صح بس. ما عندكش امثلة تانية؟ لا. عندكش امثلة تانية؟ ايه مثلا؟ ان احنا نعلمهم الصح من الغلط. ادراكهم مادة خطورة الحاجة اللي هما بيعملوها. لو مثلا انا هربيهم كويس، مثلا لو هما ما بيصلوش، اولادي ما بيصلوش وانا مثلا راح يصلي والاقيهم قاعدين الموبايل 24 ساعة، انا واي اب تاني في العالم هياخد مني التليفون واقول لهم صلي. ده اكيد عشان ادركه برضه. اتفضل. انا عندي سؤال، يعني مش هتقول له مثلا قوم صلي؟ لو قالك لا، ربنا قال علموهم على 7 واضربوهم على 10. ايوه، يعني هو انت مش عايز تضرب ابنك مهما حصل، هتعمل اللي ربنا قاله ولا هتتجاهل الكلام؟ اتفضل. انا ما قلتش ان انا مش هضرب ابني، لا مش مهما كان. زي ما قلت صح علموهم على 7 واضربوهم على 10. مثلا هو كان 8 سنين وهو كان ماسك التليفون، قلت له قوم صلي. اي اب تاني هياخد منه التليفون ويقول له قوم صلي. لو قال لي لا ممكن ان انا احاول معاه، ولو ما نفعش اسيبه. لكن لو عنده 10 زي كده انا ممكن اضربه. عندك امثله ثانيه؟ في ايه؟ مثلا انت بتحب تربي ابنك؟ زي اللي انا ابدا اعلمه في القرآن من هو ما ابتدى يعرف يقرأ، وخليه يقرأ كويس
لأن القرآن ده ما ينفعش نقول فيه حاجات غلط. يعني مثلا انت عايز ان انت بتقولي لازم يبقى في سن هو بيعرف يقرا، يعني في حدود 6 ونص. لا، مش في حدود 6 ونص، لما يعرف يقرأ. يعني صحابي مثلا واحد عندنا مش بيعرف يقرأ رغم ان هو عنده 9 سنين. ايوه، ما هو دول عندهم حالة مبيعرفوش يقرأوا وبيروحوا عند الدكتور وبيعرفوا يقرأوا. لكن سن تقريبا الطبيعي من 6 لحد 7 كده هو بيعرف يقرأ. لا، هم ما عندهمش حالات نفسية وراحوا فعلا لدكاترة، مش حاجة حصلت. هم الأطفال بإرادتهم، هم عايزين يقرأوا هيقرأوا لوحدهم، لكن مش عايزين أو عايزين يتعلموا هيتعلموا. هي الأطفال بإرادتهم. طب يا أحمد، لو أولادك عملوا تصرف صح هتعمل معاهم ايه؟ اجيب لهم لعبة وايه تاني؟ واديلهم فلوس مثلا اشتروا بيها حاجة ولعبهم. طب وانت يا جاسر؟ انا ممكن اكفيهم بحاجات كتير، زي مثلا انا ممكن اطلع فيهم رحلة، اروح مصيف اصيف معاهم. انا ممكن اديهم فلوس، اجيب لهم لعبة برضو. ممكن اصلا ان انا اديهم التليفون ينزلوا يلعبوا، اجيب لهم بلاي ستيشن كده. طب وانت يا يوسف؟ زي اللي انا اعودهم ان هما دايما بقى يعملوا الحاجات الصح، مش في اوقات معينة، وكافئهم زي ان هما عايزوا مثلا لعبة غالية وانا جبتها لهم، هما طبعا هيفرحوا، وده هيخليهم يفضلوا يعملوا الحاجات الصح عشان تبنيهم اكتر. بالظبط، ده اي طفل لازم يعمله. حد عنده امثله؟ زي اللي انا اوديهم من مصيف، اوديهم من ملاهي. تمام، وايه تاني؟ لهم برافو عليكم، الحاجة دي صح وانا علمتها لكم. طب هو في ناس مش بتغلط ابدا؟ لا، في ناس طبعا بتغلط. في ناس زي ما بيعملوا صح زي ما بيعملوا غلط، سواء اي كان. لو اتفه غلط بيعملوه، مش ناس بيعملوش صح. طب لو انت ابنك عمل حاجة صح وبعد كده حاجة تانية غلط، انت تصرفك ايه؟ صاحب النصيحة ان هو ما يعملش الحاجة الغلط، بس هكافئه على الحاجة الصح. الحاجة الغلط هنصح له ووريه اشكال الحاجة الغلط دي، ايه ضررها وايه الضرر اللي هيضرر على الناس، اللي هيعمل على الناس واللي هيعمل عليك. طب وانت يا جاسر، لو ابنك عمل كده ايه التصرف اللي هتعمله معاه؟ انا اول حاجه هكافئه على الحاجه الصح دي واقول له برافو. بعد كده الحاجه غلط نيجي بقى الحاجه الغلط، انا ممكن اعلمها له واقول لك دي بتعمل ايه ومش بتعمل ايه، وكمان اعرفه ان دي غلط واللي انت عملته صح، واعرفه ان ايه فرق بين الصح والغلط. طب وانت يا احمد، لو ابنك عمل حاجه صح وعمل حاجه غلط ايه تصرفك؟ اللي انا اوديله يعني المصيف مثلا. انا بقول لك ابنك عمل حاجه صح وبعد كده عمل حاجه غلط، مش ابنك لو عمل حاجه غلط هتكافئه ازاي؟ لا، لو انا بتكلم في الحاجه الصح، ايش هو عمل حاجه صح، انا هوديه مصيف، ندخل على حاجه غلط بقى. والحاجه الغلط بقى لو عمل حاجه غلط هقوله ده غلط، ما ينفعش تعمله خالص خالص خالص. انتوا اصحابي، لو انتوا كنتوا بابا او ماما هتتصرفوا مع ابنك ازاي؟ ويا صحابي، احنا كنا في حلقة البودكاست على قد عقلنا. نشوفكم في حلقه جديده في البودكاست على قد علينا. سلام، باي. بعد ما سمعنا للأطفال هم اتكلموا عن التصرفات الصح اللي أولادهم هيعملوها وإزاي يتصرفوا معاهم لما يعملوا حاجات صح، والتصرفات الغلط وإزاي يتصرفوا مع أولادهم لما يعملوا تصرفات غلط، وإزاي أصلا يعاملوهم بشكل عام. طب كان إيه الهدف من الحوار ده؟ الهدف من الحوار ده هو إن احنا نفهمهم بشكل أعمق، بمعنى لما يلعبوا دور الكبار
هم دلوقتي هيتكلموا عن احتياجاتهم هم. فلما حد فيهم يقول لنا انا مثلا هلعب مع اطفالي، ده معناه ان هو بيحب الحاجة دي وبيحب بابا او ماما يشاركوا معاه وقتهم انهم يلعبوا معاه ايا كانت اللعبة. لما حد فيهم مثلا يقول مثلا هخرجهم هوديهم اماكن، هم كده بيحبوا يقضوا وقت مع بابا او ماما في اماكن مختلفة. لما حد فيهم يقول بحب مثلا هحكي لطفلي قصة مثلا قبل النوم، فكده برضو بيحبوا ان باباهم ومامتهم يقضوا معاه وقت ايا كان النشاط. يعني كل الامثله دي بتصب في الاخر ان الاطفال بيحبوا او مهم بالنسبه لهم جدا ان بابا او ماما يقضوا معاهم وقت ايا كان الوقت ده هيبقى شكله عامل ازاي. عارفين حتى لو دخلتوا المطبخ بتعملوا حاجه وخدتوهم معاكم يعملوا معاكم حاجه ولو كانت بسيطه هتبسطوا جدا من الموضوع ده. في حد تاني برضو ممكن يبقى بيحب انه يتكلم مع بابا او ماما، ده برضو من ضمن قضاء الوقت مع بابا او ماما. في منهم بيحب مثلا موضوع الهدايا، ان بابا يجيب له هدية لو عمل حاجة صح. يعني زي ما حد فيهم قال انت لو ابنك عمل تصرف صح هتعمل ايه؟ اول حاجة قالها انه هجيب له لعبة. فالطفل ده بيحب يتقدر بالهدية، انا دلوقتي عملت حاجة صح كافئني. طب لو عمل حاجة غلط وبعدين عمل حاجة صح، او خلينا كده لو عمل حاجة صح وبعدين عمل حاجة غلط، في الغالب التصرف اللي بيبقى غالب على الابهات او الامهات في الحاله دي ان هم بيلغوا خالص الحاجه الصح ويبصوا ويركزوا قوي على الحاجه الغلط، وطبعا ده شيء غلط تماما. فاحنا الحاجه الصح لازم نقدرها علشان الطفل يتشجع ان هو يكررها ويعملها تاني، والحاجه الغلط زي ما اتفقنا واتكلمنا في حلقات كتير عنها ممكن نفهمه ايه العواقب بتاعتها، وزي ما هم برضو قالوا الكلام ده بنفسهم ممكن يفهموا ان هي حاجة غلط نتكلم معاه، وبعد كده العقاب برضو يكون على قد الغلطة لو كانت مقصودة او لو كان عارف ان هي غلط وعملها. مفيش مانع ان هم يغلطوا وندي مساحة ان هم يعتذروا، تمام؟ احنا لازم نقبل الاعتذار ونقدر ده، وكمان عشان نعلمهم الموضوع ده احنا لازم نعمله. يعني احنا لما نغلط معاهم او نزعق فيهم واحنا مش قصدنا الموضوع ده وعارفين ان احنا غلطنا وأثرنا فيهم بالسلب، نروح بكل بساطة كده ونعتذر منهم. هنقول ان احنا عارفين ان انا اتعصبت عليك مثلا في الوقت ده وانا مكانش المفروض اتعصب، ونعتذر منهم. ده مش هيقلل منكم، بالعكس هيكبركم في عيونهم وهيخليهم يحبوكوا اكتر انكم اعترفتوا بغلطكم. والمفاجأة بقى ان هم كمان هيتعلموا منكم ده بشكل غير مباشر، ان لما يغلطوا خلاص عرفوا ان اللي بيغلط هيجي يعتذر، وان الاعتذار مش حاجة خاصة بالصغيرين بس، ولكن الكبار كمان لما بيغلطوا بيبقى مهم ان هم يعتذروا لان ده التصرف السليم. الحلقة دي فهمتنا انه الاطفال عندهم احتياجات عاوزين ان هم يحسوا بيها وعاوزين ان هي تتحقق من باباهم ومامتهم، وكمان في حاجات بيحبوا ان هم يتعاملوا بيها او طريقه يحبوا ان هم يتعاملوا بيها سواء في الصح او في الغلط، وهم كده سهلوا لنا طريق ليهم ان احنا نقدر نوصل لقلبهم من خلاله، وبالتالي يقدر جسر التواصل ما بيننا يكون على طول شغال وموجود وما يتهدش. اسمعوا لاولادكم بقلبكم وعقلكم علشان تفهموهم، مش علشان تردوا عليهم وتعاقبوهم. استنوهم في حلقة جديدة في بودكاست على ده علينا. لو عايزين تفهمونا اسمعونا.